الحكاية أحمد عبد الباقي، الظهير العصري والنجم المجهول. أهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم، سواء كانت مفاهيم رياضية، صحية، غذائية أو أخبار رياضية خاطئة. ضيف الحلقة النهاردة أستاذ شريف عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. لما تسأل أي مشجع في الكرة المصرية أو للنادي الأهلي تحديدا مين هو أفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة المصرية أو في النادي الأهلي، هيقول لك الكابتن إبراهيم حسن. ولكن الجيل اللي قبل كده كان فيه نجم كبير جدا في تاريخ الكرة المصرية وتاريخ النادي الأهلي. النجم ده كان قادم لصفوف النادي الأهلي عام 1971 من نادي ناصر في المنيا. هو ابن الصعيد، الكابتن أحمد عبد الباقي أبو حليقة. كابتن أحمد عبد الباقي انضم لفريق 21 سنة بالنادي الأهلي سنة 71 قادما من نادي ناصر، وبعد شهور قليلة من انضمامه للنادي الأهلي شافوا المجري هديكوتي المدير الفني للنادي الأهلي وضموا للفريق الأول في ظاهرة جديدة جدا على النادي الأهلي، إن فريق لاعب من فريق الشباب بسرعة ولسه قادم من نادي في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة في صعيد مصر وينضم للفريق الأول، خاصة أن الجيل ده كان يضم عناصر مهمة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ حتى منتخب مصر. أحمد عبد الباقي كان مركزه مدافع مساك، يعني بلغة الكرة ساعتها. يعني هدوكوتي غير مركزه من المدافع إلى الظهير الأيمن للاستفادة من سرعته وقوته والاستفادة من قدرته على المساهمة في البناء الهجومي لفرقة النادي الأهلي وقدرته على صناعة اللعب والكرات العرضية، إضافة إلى قدرته على إحراز الأهداف في الكرات الثابتة بالرأس. كابتن أحمد عبد الباقي له مباريات عديدة مهمة جدا في تاريخه مع النادي الأهلي، وكان أشهرها مباراة الأهلي ومونشنجلادباخ الألماني اللي أحرز هدف فيها بالرأس. وكان الكابتن أحمد عبد الباقي يطلق عليه أبو غيدة الصعيد نسبة إلى الكابتن فؤاد أبو غيدة الراحل اللي كان أحد مدافعي الأهلي في جيل الستينات. كابتن أحمد عبد الباقي لعب في جيل عظيم جدا كان يضم مجموعة من أفضل المواهب الرياضية في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر. رحلة الكابتن عبد الباقي استمرت في الأهلي 10 سنين واعتزل عام 1981. طبعا كان في مقارنات كبيرة بينه وبين الكابتن إبراهيم حسن، ولكن كان أول من أطلق عليه الظهير العصري في تاريخ الكرة المصرية هو الكابتن أحمد عبد الباقي. بس كده، كل سنة طيبين ورمضان كريم.